بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم سوا في تأمل في الآية اللي موجودة في سفر المزامير، وبالتحديد المزمور 111 العدد الخامس. لما نلاقي المزمور كان بيقول: أعطى خائفي طعاما يذكر إلى الأبد عهده. في العهد الجديد لو بصينا في إنجيل معلمنا يوحنا هنلاقي إن المسيح كان قال: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ونلاقي إن هو كان برضو قال عن نفسه إن هو الخبز النازل من السماء، وده اللي خلى اليهود يتذمروا عليه أو يقولوا إزاي هو بيقول عن نفسه كده، أو إزاي شايف نفسه بالصورة دي. وده كان خلاهم يفكروا إزاي يتذمروا عليه، وكانوا بيتذمروا على كلمته دي. لكن الحقيقة إن المسيح لما كان بيقول على نفسه إن هو الخبز النازل من السماء، هو كان قاصد بيها إن الإنسان الجعان روحيا، والجعان هنا مش المقصود بيها الجوع الجسدي. لما بنجوع جسديا بيبقى معروف، يعني بتبقى قاعد مرة واحدة بتحس كده إن الجوع بيقرص فيك، فتبتدي تشوف ايه اللي ممكن تاكله او ايه اللي ممكن تاخده علشان يسد الجوع اللي انت حاسس بيه دلوقتي. لكن مجرد ما بتحس بشعور الشبع المؤقت وبيمر شوية وقت بتبتدي تجوع تاني، على عكس الشبع اللي المسيح كان بيتكلم عليه لما وصف نفسه ان هو خبز الحياة، وان اللي بيقبل ليه ما بيجوعش خالص. انه هنا كان بيكلمنا عن شبع اعمق وشبع اكبر، انك ازاي لما تستمتع بعشرة حقيقية معاه وتدخل للعمق معاه بشكل كبير وبشكل كامل، ازاي هتحس بالشبع ده، وازاي هتحس انك شبعان ومش جعان لا الحب ولا القبول ولا لأي حاجة، لانك انت هتلاقيهم في شخص المسيح نفسه. زي اتنين شفناهم في أسابيع الصوم المقدس أو الصوم الكبير. الأولى وهي السامرية اللي فضلت طول الوقت بتفكر وبتدور على حب يشبعها ويحسسها إنها مقبولة وإنها مقبولة ومحبوبة، لدرجة إنها دخلت في علاقات كتير، ولدرجة إن هي بقت خايفة تواجه الناس علشان الناس ممكن تلومها وتعاتب عليها. لكن لما قابلت المسيح، ولما المسيح كان مستنيها عند البير وطلب منها المية ورواها فعلا بالحب الحقيقي، ورواها بالحاجة اللي ما تخليهاش تعطش تاني، وهي فكرة ما تبقاش عطشانة للقبول أو للحب، ده خلاها تتغير وتخرج وتكرز وتقول لهم إنها شافت الإنسان اللي حكى لها عنها، اللي حكى لها عن ماضيها، اللي قال لها حاجات كتيرة جدا، ولقت عنده القبول اللي ما كانتش لاقيها عند الناس. الشخصية التانية وهي الابن الضال. الابن الضال اللي فكر إن السعادة والغنى والفلوس وكل الحاجات دي هتيجي لما يقرر إن هو يبعد ويسيب أبوه وياخد مراسه فأبوه وأمه ويسافر ويسيب أبوه. لكن نلاقي إنه وصل بيه الحال إنه هو بقى قاعد وسط الخنازير، ووصل بيه الحال إنه بقى بيشتهي ياكل الخرنوب اللي بتاكله الخنازير. وعشان كده في لحظة قرر إن هو لما فاق يقوم ويرجع لأبوه ويقول له: أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. ليه؟ لأنه بقى عارف إن القبول والسعادة اللي كان بيدور عليها من وجهة نظره ما هواش قدر إنه يلاقيها في البعد، ولا في إنه يكون عايش في مكان لوحده ويبقى تحت إيده كل الفلوس وكل الحاجات اللي كان بيتمنى إنها تكون موجودة معاه. لكن عارف إن الحاجة دي هيلاقيها لما يكون فعلا عايش مع أبوه اللي بيحبه وأبوه اللي بيخاف عليه. وبالمناسبة نفس فرحة الأب بعودة الابن
الضال هي برضو بتبقى دايما فرحة الله أبانا اللي في السماوات لما احنا بنرجع. وعشان كده المسيح ذات نفسه قالها: السماء تفرح بخاطي واحد يدوب، أكتر من 99 لا يحتاجون إليها. نلاقي إن هو بيقول لك أنا مستنيك، أنا مستنيك ترجع، مستنيك تقرب من تاني، مستنيك تاخد انت القرار إنك تقرب مني علشان نعيش في عهد جديد سوا. فكرة العهد الجديد ده اللي هيديك الشبع، ده اللي هيخلي ربنا يديك طعام واللي يخليك لا تجوع. وده اللي برضو في نفس الإصحاح بتاع معلمنا يوحنا اللي كان قال فيه أنا خبز الحياة، نلاقي كان بيقول إيه: ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يعني وقت ما انت تفكر تروح لربنا وانت جعان وانت محتاج انك تشبع روحيا وتشبع نفسيا وتحس انك مقبول وتحس انك بقيت مرتاح، انت مع ربنا انت مش محتاج تبرر وضعك عامل ازاي، تبرر انت وقعت ليه، تبرر انت راجع ليه. انت كل ده مش محتاج. انت محتاج حاجة واحدة: تيجي تسيب نفسك قدامه، تقول له كده زي ما الابن الضال قال: أخطأت يا أبدا في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. وساعتها هتلاقي بيقول إن ابني ده كان ضلا فوجد، كان ميتا فعاش. هتلاقيه قرر ينسى كل الماضي وينسى كل حاجة انت كنت عملتها قبل كده، ويبدأ معاك العهد الجديد طالما انت عايزه. الفكرة ان اوقات احنا اللي بنقرر ان احنا لا لسه بدري علينا، لسه مش عايز دلوقتي، زي ما القديس أغسطينوس كان قالها انه قال له قدسني يا رب بس مش دلوقتي. وساعتها ربنا ما سمعش الجملة دي، او بمعنى ادق ما استجابش ليه، وساعتها خلاه يدور عليه علشان يبدأ يدخل معاه في علاقة جديدة وعهد جديد، ويتغير من الشخص البعيد والضال عن ربنا والشخص اللي أمه بتبكي عليه طول الوقت وبتصلي من أجل خلاص نفسه إنه يكون أغسطينوس التائب. نلاقي إن واحد زي القديس العظيم الأنبا موسى الأسود، واحد ماضيه كان مليان بحاجات كتير جدا، خطية وشهوة وقتل وحاجات كتيرة جدا، لكن وقت ما نوى إنه يبدأ عهد جديد مع ربنا ويعرف الإله الحقيقي، ربنا أرشده للأنبا إيزيزوروس، واللي أخد بإيده واحدة واحدة وخطوة خطوة لحد ما ابتدى يشبع ويحس إيه ده أنا كان معايا حاجات كتير بس ما كنتش مبسوط بيها، لا دلوقتي أنا مبسوط وأنا معيش حاجات كتير وبصوم أيام كتير وبقمع جسدي في حاجات كتير، وفي نفس الوقت أنا مبسوط، أنا شبعان ليه؟ شبعان علشان حاسس بحب حقيقي من ربنا ليا، شبعان بعلاقة حقيقية بيني وبين ربنا مخلياني حاسس إن أنا مكتفي أو عندي اكتفاء بالحب وبالحاجة اللي ربنا مديهالي في حياتي وعايش بيها. في الإنجيل ده وإحنا بنتكلم فيه، واللي هو بالمناسبة إنجيل أحد خبز الحياة أو أحد الخبز في الخمسين المقدسة، نلاقي إن الكنيسة وإن ربنا عايز يقولك أنت قدامك الفرصة الحقيقية إنك تشبع وما تجوعش لما تقرب مني، إنك تشوفني في كل موقف. الظروف من حواليك بالمناسبة مش هتتغير في يوم وليلة، ويمكن كمان ما تتغيرش، يمكن المرض ما يتشالش من عليك، يمكن الضيقة ما تتفكش على طول أو في وقت قريب، يمكن تحصل أحداث تانية وتحس إنك برضو في ضعف وفي اكتئاب وفي حزن، لكن في كل الأحداث دي أنت قادر تشوف ربنا، قادر تشوف ربنا زي ما الفتية شافوه في قلب النيران،
وهي قايدة حواليهم، قادر انك تشوف ايده زي ايوب في قلب التجربة الصعبة وهو مريض وهو فاقد لولاده والمال والكل حاجة وفاقد لصحته. قادر انك تشوف ايد ربنا وهي بتسهل حاجات كتير قوي قدامك، زي ما سهلت قدام يوسف علشان احلامه اللي خلت اخواته في وقت من الاوقات يغيروا منه تتحقق ويجوا فعلا يخضعوا بين ايديه زي ما كان بيشوف في الاحلام. يمكن الظروف تقسى عليك في وقت من الاوقات، لكن خليك عارف ومتأكد انك طول ما انت قريب من ربنا وطول ما انت ماسك فيه ده هيخليك مطمن، هيخليك عارف ان ايد ربنا مش متخلية عنك ولا سايباك، ان ايد ربنا سنداك وحافظاك مهما كانت الظروف فيها أسوأ وفيها صعوبة كبيرة قوي من حواليك. فقبل ما تبص للظروف وتفكر بقى انا هخرج منها ازاي وانا ايه اللي دخلني هنا اصلا، ويمكن ربنا دخلني وسابني، ويمكن ربنا نسيني وبقاش همه ان انا بصرخ له طول الوقت وبقول له اتصرف وبقول له اسندني. فكر ازاي تشوف ايد ربنا في كل موقف. فكر ان في ناس كتير ممكن رغم صعوبة حياتهم اللي ممكن صعوبتها تبقى أصعب من حياتك بكتير قادرين يتعزوا وقادرين يلاقوا السلام وقت التجارب. هل مثلا عشان هم قديسين وإحنا مثلا مش عارفين نبقى قريبين من ربنا؟ لا، الفكرة كلها إن هم قدروا يشبعوا بربنا، قدروا يخلوا المسيح موجود جوه قلوبهم، قدروا يشوفوا ايده في كل موقف وفي كل تجربة مهما كانت صعبة ومهما كانت قاسية موجودة في ايديهم وفي حياتهم وبتشتغل. ان ايديهم ما هياش اللي تشتغل لوحدها في قلب كل تجربة، بالعكس ايد ربنا سند ايديهم وماسكة بايديهم علشان تفضل ايديهم شديدة وقادرة تشتغل وقادرة انها تقاوم وقادرة انها تكمل وتعافر. اشبع بربنا قبل اي حاجة، لانك انت لما تشبع بيه مهما كانت صعوبة الحاجة اللي قدامك هتبقى قادر تقف قصادها، هتبقى قادر تكون زي موسى والشعب تعدي وسط البحر من غير ما تخاف، او تمشي فوق المية لما تصدق وتآمن زي بطرس. لكن لو شكيت ممكن تقع وممكن تغرق. صدق ان ربنا موجود معاك وبيحبك، وساعتها هتشوف ايده دي وهي بتتصرف في كل موقف وبترتب كل حاجة معقدة قدامك عشان توصل بيك لبر الأمان. حب ربنا من قلبك بالقدر الكافي وخليه يملك على قلبك، وساعتها هتحس بالشبع الروحي. بدل ما بتدور على الحب طول الوقت في قلوب ناس يمكن ما تكونش بتعرف الحب ناحيتك ولا شايلة في قلوبها الحب ليك، دور عليه عند ربنا، ادخل في عشرة حقيقية معاه. ساعتها هتحس بمعنى القبول الحقيقي، القبول الغير مشروط، والقبول اللي مش مستني منك مقابل غير حاجة واحدة، انك تخلي قلبك يعيش معاه فعلا، وانك انت تخليه يملك عليه. ربنا يدينا شبع القلب وشبع الروح اللي مفيش اي حاجة تقدر تعوضه، ويخلينا فعلا نعيش معاه حياة كاملة ونتمتع بيه من واحنا على الأرض قبل ما نعيش ونتمتع بيه معاه في السماء. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير.